عايزني اجي على نفسي عشان حضرتك تمشي سليم. لا يا حبيبي، هدوس على وشك زي ما دوست على وشك. انا جالي يوم قبل كده من كتر الزعل، كان بعد مسلسل ابو جبل اعتقد حصل مشكله ما كده مع حد ما اذاني قوي، وانا كان في ايدي ارد اذيتي دي في ثانيه، لكن لو رديتها هيبقى عليها توابع هتضرني في شغلي اكتر. فالقهره خلتني بجد دخلت نمت 12 بالليل، صحيت 12 بالليل تاني يوم ما اتقلبتش. عارفها دي والله ما العظيم. اتقلبتش، ولما بصيت قلت انا إزاي؟ جسمي وجعني جدا ومش قادر. هو نمت دقيقه تلات نهار وفي حاجات تانية بتحصل، وابتديت احس ان انا في فيلم انسبشن، في حاجه غلط. انا غلط يا جماعه. فبهرب بالطريقه دي عاده اوقات، يعني لما كنت بهرب ساعتها. ولما بقيت تواجه الموضوع اختلف 100%، لانه ارتحت. يا فندم انا زعلان، انت مزعلني انا على اقولها لك في عينك. انا كسرت عاطفيا، هروح اقول لها انت فيكي 1 2 3، مش همشي اللي هو طب عشان نبقى كويسين، مش هعمل كده، لان الكلام ده اصلا كلام فاضي. انت عايزني اجي على نفسي عشان حضرتك تمشي سليم. لا يا حبيبي، هدوس على وشك زي ما دوست على وشك. انت لو عالجت الامور بنفس القدر اللي انت خدته، الموضوع يبقى بسيط جدا، لكن في اول الموضوع بيبقى صعب، تبقى انت متوتر، انت متوتر.